أول حاجة سي فري on n'a pas beaucoup communiqué ما هضرناش بزاف لو تايم ماشي ما هضرناش نتوما سولتو بزاف المرات الخدمة اللي دار مني هزيت لو بوست de la sélection مع لو بريزيدون ديال الجامعة un travail peut-être ouais d'un an et demi d'abord un an et demi ما كانش un dossier facile parce que بحال اللي كنقول c'était pas une question باش ابراهيم ما يبغيش يختار المغرب c'était plus une question de timing مشيت لعندو كان مازال في ميلان من بعد كان عنده ان ترانسفير امبورطون في ريال مدريد كانت اون كوب دافريك في شهر واحد اللي ما كانتش سهله ملي عندك ان اكس دو بروغريسيون في حريم وباش ما نكذبوش ملي كتختار اون ايكيب افريكان في ان ترانسفير سا بو جوي اللي جا لريال مدريد كلشي كنا داكور كان عندنا لا بارول ديالو الولد ما كذبش كلشي ملي هضرنا من الاول ملي مشيت لعندو ملي مشينا لعندو الميلان مدريد ملي هضرنا ملي حتى لنا الكلمه ديالو بقى في الكلمه ديالو باني مزيان باسكو فوالا كان واحد الوقت يمكن بزاف الناس كانوا كيقولوا علاش باغيين ابراهيم وحنا اما الرئيسي معنا عارفين اني سان غران جوور وكيوريها تو لي ويكاند تكون عندك واحد اللاعب اللي في ريال مدريد في المنتخب المغرب خصنا ديما نحو با مغربي اختار المغرب في واحد التوقيت اللي ما كانش ساهل ليلو قالوا له برافو وانا بالنسبه لي غير رباح القلب ديال باسكو اللي كانوا كيقولوا غير يختار المغرب باسكو ما عندوش فين يلعب مع اسبانيا جا في التوقيت اللي اسبانيا كان عيطوا له واختار المغرب اون بليس مور اون كومبيتيسيون اللي ما كناش في مستوى ديالنا ما جاش مور كوب دو موند ديناميك جا بالعكس جا في ان مومون اللي صعب لينا مور اون كومبيتيسيون اللي ما درناش اللي خصنا دونك برافو عليه. كاميرا اخرى بغينا نسولكم كوتش على اللاعبين اللي جاو جداد واش تاقلموا مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيفاش دازت الاجواء ديال لادابتاسيون في الجروب الحمد لله لي جون بون كاينين اللي كانوا في اولمبي دونك كانوا ولفوا واحد الولد بحال ابراهيم والياس عندهم دي كوبان في ليكيب ابراهيم مع اشراف مع الدراري اللي كيلعبوا بيناتهم ضدكم دونك سي با ان بروبليم لادابتاسيون الحمد لله عندنا ان في بيان دوبوي اسي لونتون وديما ملي كيجي واحد كيتعاونوا باش يولف ويعرف شنو هي تلعب بالكاميس ديال المغرب. لي بليسيون عندنا امين هادلي اللي هاد السيمانه حاز بمتي دولور دونك غنشوفوا غدا واش غنهزوا لو ريسك ولا غنخليو حتى نهار الثلاث. سي وليد عندي جوج الاسئله خفاف. اولا كنلاحظوا بان هذا كلشي تيتساءل عليه امين حارث نجم يعني كيلعب مزيان حنا ربما كلشي كيلاحظوا ولكن جاء في المكان ديالو الاخر اللي كان احتياطي راك عارف حنا لا نقلل من اي واحد المهم غير السؤال امين حارث علاش ما شفناش. اول حاجه على امين اول واحد اللي كيتيق في امين هو كنت غندير الكوب دو موند بليسا رجع جبتو معايا لعبت دابا عندنا دات فيفا اللي عندنا دو ماتش اميكو اللي تانا خصني نقرب باسكو عندنا اون اني اللي غتكون طويله باش نشوفوا لا ميور ايكيب اللي غتلعب في دافريك وجات التوقيت باش نشوفوا لاعبين اخرين حارث كنعرفوا كان بزاف د اللاعبين ما كاينينش حتى هما في لا ليست بان لي هذا لو ستاج كان مهم باش بعدا رونوفليو نحطيو شي دم جديد ونشوفوا شي لاعبين اخرين دونك فوالا البوست ديالو عندنا كان لا كونكورونس واخا امين كان حتى هو يستاهل بزاف د اللاعبين يكونوا بحال فوالا سي لو شوا دو لونترينور اليوم بغيت نشوف شي واحدين اخرين وامين ان شاء الله ولا بقى في المستوى ديالو ولا احتاجتو ان شاء الله غيرجع ماشي شي ديسيزيون اللي غتكون ديسيدي ولا سي بونكتويل وكاينين شي اللي في البوست ديالو باغي نشوفهم انا في هاد لي دو ماتش ان شاء الله.